جالنا اوامر العودة داخل اسماعيليه، اركب العربيات اطلع على اسماعيليه. كان في كتيبه 133 صعقه بتتعامل مع الدبابات في اسماعيليه. دخلت ورشة في باب الشعرية بتصنع أحذية، واكتشفت وأنا جوه الورشة إن صاحب الورشة بطل من أبطال حرب أكتوبر، ومش بطل عادي، ده بطل ومعاه وسام من الدرجة الأولى كمان، يعني محارب. تعالوا نسمع حكاية عم عرابي ونتشرف كلنا إن البطل ده مصري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج عرابي؟ نحمد الله ونشكر فضل، الحمد لله والشكر لله. مبسوط جدا جدا ان انا عندك والله. الله يخليك، الحمد لله ولك الحمد. من مواليد باب الشعريه، من باب الشعريه من هنا. لو جيت تتكلم على الصنعه بتاعتنا الاحذيه بتختلف زمان غير النهارده. بمعنى زمان كان في حاجه اسمها نعل العاده. ايه النعل العاده ده؟ اللي هو بتاع الجاموسي والبقر بتاعه الكلام ده. مين اللي علمك؟ فاكر الاسطى اللي علمك؟ زمان كنت عيل صغير والله، كان واحد من بورسعيد اسمه التبعي. كانت من ورشته بورسعيد. ده اللي علمني الصنعه. حلو. فالصنعه ابتدت تتطور، وفي الوقت نفسه الحاجه اللي انت شايفها قدامك دي، الحاجه اللي انت شايفها قدامك دي كانتش بتعمل زمان دي. واللي والدم ده فكل ده اسكاي، كل ده ايوه اسكاي. فكان الجزمه زمان كان بيتعمل جلد في جلد، وكلها جلد في جلد. النهارده دخلها ايه؟ السكاي ده. ما اغلبه دلوقتي كله سكاي. الجلد الطبيعي بقى غالي. في الوقت نفسه انا كنت بسعر الجزمه زمان 195 قرش. 105 وجلد في جلد. ما شاء الله. النهارده بقت سكاي بصوا الجمال، وغاليه وما تنفعش. بس اهو النعل ده بلاستيك. انا كنت بفصل ده الجلد اللي انت بقى بتشتغل بيه. قول أيوة. بقى مراحل الجزمه دي مراحلها ايه؟ مراحلها ايه؟ نبدا من الاول كده. تبدا من الاول. في اسطمبات. ايوه انت زي كل ما حاجه شايف كده الاسطمبات دي. هات نوريها للناس. ده الوش. ده الوش. ماشي. ده الوش. طبعا انا بحط الاسطمبه وبفصل عليها بالقلم؟ لا، بالسكينه. ماشي. هنقطع واحده كده قدام الناس. فصل. يلا بينا. انت بتسن ايه بقى ده؟ فندم؟ بتسن ايه؟ ده سكينه بسنها عشان تحمى معايا ان انا اعرف اشتغل. ماشي. مفيش حاجه اسمها اصعب. الفكره كلها في ان انت تتقنها. ما شاء الله. الخبره بتفرق. ها يا فندم؟ الخبره بتفرق طبعا طبعا طبعا. انا بفصل وبودي للمكانجي يخلصها وش، وانا اقوم بيها زي ما انت شايف كده. ما شاء الله. والاستيك ده؟ الاستيك برضه هو بيعمله، المكانجي بيعمله زي كده. الله. تيجي تحط النعل على طول؟ لا، بشد بقى على القالب. هوريك دلوقتي والله. طبيعتها دي ده بوت. بعمل حاجه زي كده. ما شاء الله. شكله تحفه، شكله تحفه. ما شاء الله عليك. بصوا الحاجات اللي عاملها هنا اهو برضو حلو قوي. ده في رجالي زي كده. الله. ما شاء الله عليك. اهو ده الجلد الطبيعي. بص بقى الجلد الطبيعي موضوع تاني خالص. طب لو الجزمه دي اتعملت جلد طبيعي تتكلف قد ايه؟ ما تتعملش اصلا. ما تتعملش حتى لو تخف الجلد يا فندم. دي الفنون الشعبيه. هو ده. هو ده. فانا بعمل الحاجه دي ليهم. بعمل الحاجه دي ليهم. عشان دي فرقه بقى اكيد. ايوه. ده مش عليها معظمها احذيه. يعني مش هتنقرض المهنه دي، هتفضل شغال؟ لا، هتنقرض. ليه بقى؟ هتيجي في يوم من الايام. هقول لك ليه بقى. زمان كان في بوبقاب. البوبقاب عارف، اللي هو اللي كان بتاع المساجد اللي نخش بيه المسجد. شفت انت قلت ايه؟ المساجد. لا، زمان بقى واحنا صغيرين واحنا عيال كنا بنلبسه ونمشي بيه في الشارع. البوبقاب الخشب؟ البوبقاب. لا والله. وتمشي تطرقع ما شاء الله. زمان. ما انا بقول
النهارده فين بيبقى بنقرض؟ قليل انقرض. قوي، مش كده موجود ولا ايه؟ تقريباً. طب مش كده ولا ايه؟ طيب في الوقت نفسه لا، في حاجات كتير قوي انقرضت، في حاجات كتير قوي انقرضت. في وقت من الاوقات جم ناس يصوروا معانا برضه زي ما حضرتك بتصور كده. فانا بسالهم طب ليه يعني وايه؟ فقال لك ايه، هيجي في يوم صنعتكم هتنقرض. فيبقى ليها مرجع. فاحنا الاجيال بقى بعد كده هيعرفوا زي ما قلت لك في حاجات كتير بتنقرض. يعني ما حدش بقى بيتعلم اصلا. لا 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 لا. انت كده بتشد بقى على القالب. حلو. كل قالب طبعا ليه مقاس. كل قالب ليه مقاس. دي مقاسها كام دي؟ 37. هو الحريمي كله من اول كام؟ من 41. ده الاعلى. ده الكبير. دي اسمها عملية الشد. الشد على القالب. ايوه. ما ينفعش واحد كبير يتعلمها دي، ها؟ لازم يخش وهو صغير. يعني ما يجي لك شاب دلوقتي ممكن يتعلم ولا صعب؟ خلي بالك في بنات بتيجي كليات عشان تتعلم. والله حلو قوي. ده دي جميله. يا ريت بيجوني. يعني الشباب دلوقتي اتجهوا للتوك توك. ايوه. هي كده طبعا لازمه القالب ان هي بتطبع الجلد على الشكل اللي عشان انت تطلع بالطريقه دي كده. عشان تطلع كده. طب يا ابو احمد بقى قول لي الجزمه دي لو جلد سكاي هتبقى بكام عندك؟ 300. 300. ولو جلد طبيعي تخش في 500. طب اي موديل واحد عايزه تعمله؟ يعني انا جبت لك صوره. طبعا والله العظيم. الله. ان شاء الله. عربي ده كنز للناس ان شاء الله. حكايه بقى القوات المسلحه، انت كنت من ابطال حرب اكتوبر. الحمد لله. انت دخلت الجيش سنه كام؟ شوف سنه 69. حلو. نقعد بقى عشان هنحكي حكايه حلوه قوي. اتفضل. لازم تسمعوا الحكايه دي من بطل من ابطال مصر. قول. بما اني الجيش، عريف عرابي مكسب محمد احمد. عريف عرابي مكسب محمد احمد. المجموعه 139 صاعقه، الكتيبه 103 صاعقه. سنه 69 كان حرب استنزاف، وده كان مع عبد الناصر. ومن 69 دخلنا حرب 73. الكتيبه كانت في بورسعيد، واحنا في بورسعيد جالنا اوامر في دشمه في بور فؤاد بتاعه العدو، فالمفروض ان احنا نروح ونشتغل عليها عشان نحتلها. اتشرح لنا، وفي الوقت نفسه احنا هنروح على الدشمه في بور فؤاد، هنمشي في ملاحات 15 كيلو ماشي. امال احنا هنركب ولا في ملاحات في ميه بتيجي لحد هنا اهو. الله. ده الساعة كام بيبقى الساعة؟ كان الساعة 1:30 بالليل، واحدة حاجة زي كده. ده بالليل كمان ماشي في ملاحات مش شايف حاجة. كنا حاجة. في رمضان وكان شتاء في 73. ده قبل الحرب ولا كان لسه الحرب ما بدأتش؟ يا فندم الحرب كانت شغالة. حلو. وجالنا أوامر إن احنا نروح نشتغل على الدشمة عشان نستولى عليها بتاعت العدو. كم واحد بقى رحتوا؟ كتيبة. كم واحد فرد في الكتيبة بيبقى؟ 300 وحاجة. نقول 300 فرد كده يعني ماشيين في الملاحات الساعة 1 بالليل. في الوقت نفسه اتقال لنا ان في كتيبة مشاة مدعمة علينا. يعني ايه مدعمة؟ يعني هتيجي هنساعد بعض ونشتغل على الدشمة. في الوقت نفسه اتقال ان الصواريخ والمدفعية هتمهد لنا الطريق طول ما احنا ماشيين. الصواريخ والمدفعية المصرية بتضرب على الدشمة، فلما تضرب على الدشمة هيحصل ذعر للعساكر الاسرائيليين وينكمشوا، فاحنا نروح نشتغل عليهم وتبقى بسيطه لينا. فابتدينا التحرك ونزلنا الملاحات ومشينا، والصواريخ والمدفعيه بتضرب على الدشمه بتاعتنا، وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا خلاص. طلعنا من الملاحات، الدشمه هنشتغل عليها. في الوقت نفسه احنا لما طلعنا من الملاحات في رمل،
رقدنا على الرمل، وانا كان تسليحي اربجيه ومعايا طبنجه 9 مللي الاربجيه دي يعني انت شايل سلاح طوله قد ايه؟ فندم السلاح طوله كام كيلو؟ بالدانه 8 كيلو، ماشي بيهم كل المسافه دي؟ وعلى ظهري 5 دانات، بسم الله ما شاء الله. على ظهري 5 دانات، وفي دانه في الاربجيه، ما شاء الله. وفي الوقت نفسه خنجر دفاع عن النفس، طبنجه دفاع عن النفس برضه. فلما طلعنا من الملاحات وكان نمتوا على الرمل ده؟ الاربجيه بتاعي اللي كان معايا كان في حاجه اسمها جهاز رؤيه ليلي حلو. غير التلسكوب ده صغير، جهاز الرؤيه الليلي ده كبير، وكان جاي لنا من روسيا وبيدي اضاءه جامده. فانا شفت الدشمه تمام يا فندم، الدشمه في الوقت نفسه كتيبه المشاة جايه من البحر، جايه من البحر. احنا كصاعقه مترجلين ووصلنا ورقدنا وهنبدا ناخد المهام بتاعتنا عشان نشتغل على الدشمه. فكتيبه المشاة جايه من البحر في القوارب، نزلوا من القوارب طلعوا بقوا مع الاسفلت، شافوا الدشمه الله اكبر ضربوا بيضربوا على الدشمه، واحنا في الوقت نفسه كنا لسه ما طلعناش طلقه كصاعقه، لسه ما طلعناش طلقه، وبناخد المهام بتاعتنا، فلان وفلان هينطوا من هنا، فلان وفلان هيخش ويعمل، وانت اللي معاه العلم هيطلع ويحط العلم. بناخد المهام بتاعتنا لسه ما اشتغلناش على الدشمه. بتوع المشاة ضربوا اللي في الدشمه، ضربوا زنات مذيعه في الهواء خلوها ظهر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلوها ظهر. شافونا واحنا راقدين، وشافوا المشاة وهم على الاسفلت، هم في العالي واحنا في الواطي، اللي في العالي يكسب. اشتغلوا علينا وضربوا. بتوع المشاة بقوا جثث على الارض، احنا شافونا واحنا بنزحف بقوا يضربوا علينا. هم عندهم بيضربونا بالنص بوصه، المشغل عندهم يفتح النص بوصه يطلع ويروح قافل تاني، يفتح المشغل يروح قافل تاني. معانا ظابط قال لي يا عرابي انا عايزك لما المشغل ده يفتح، عند ما يفتح اضرب دانا. فكانت النتيجه من الساعه 2 بالليل بقى، من الساعه 2 بالليل لحد تاني يوم الصبح اول ضوء طلع النهار، طلع طيارتين من عندهم، الطيران جاي من عندهم فتح النار علينا، ينزل وهو طالع بالفكار اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. في الوقت نفسه اتصلوا بدبابات تاني، الدبابات جت 7 دبابات وعربيه اشاره وعربيه مجنزره. الدشمه والطيران والدبابات بتضرب علينا، كده كده ميت، هتروح فين؟ الطيران من فوقك بيضرب، الدشمه بتضرب عليك، فاتحين نيران الدبابات عليك من بعيد. كنا احنا بقى محاصرين الدشمه وبقينا متحاصرين في الوقت ده، بقينا متحاصرين. فالقاده الاربجيات تروح تتعامل مع زمايلها، انا فرد اربجيه وانت فرد اربجيه وده فرد، الاربجيات تتعامل مع اخلي يعني اخلي المنطقه، اخلي المنطقه، ارجع الملاحات تاني، اخلي الاربجيات تتعامل مع زمايلها. فانا واحد منهم اتعاملنا، 7 دبابات اتدمروا تدمير شامل، والعربيه الاشاره والعربيه المجنزره. الله اكبر. الاسرائيليين وهم جايين ياخدوا الحقائم، يعني العساكر بتاعتهم الميتين والدبابات، انا ما كنتش مش متخيل المنظر. وروني انت ما كنتش شايفه على الارض، انت كنت فندم بتضرب بس تشوف ايه. لا انت المسافه اللي كنت بتضرب منها قد ايه على الدبابه؟ يعني بينك وبين الدبابه بتاع 400 متر او 300 متر حاجه زي كده. دمرنا 7 دبابات والعربيه الاشاره والعربيه المجنزره والعساكر ابيدوا.
كرمك الرئيس حسني مبارك. بالنسبه لحسني ما مبارك. شاء الله. بصوا منح نوت الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى إلى عريف عرابي مكسب محمد أحمد. الله عليك. تقديرا لما قام به من عمل يتصف بالشجاعة في الميدان. أهدي موديل على جنب، موديل على جنب هو الرئيس فوق. محمد أيوة حسني مبارك ماضي. تحت خالص رئيس الديوان زكريا عزمي ماضي. قلادة كان جم وعملوا برضو معايا حديث. ما شاء الله عليك. شكر وتقدير اهو. شكر وتقدير. ده كان في نادي الزمالك. ده انت عارف اهو. الله. لا في الاوبرا اللي ورا مني ده بتاع الكازينو بتاع صفية حلمي. والله زمان كنت نازل اجازه وصورت وانا ماشي. بس ما شاء الله انت ما شاء الحمد الله يعني لله لا قوه رب الا بالله كان جسمك لا ده كمان مش عارف بقى معايا هنا ولا فين. انا بس الصوره دي عارف انتوا كلكم كنتوا جسم واحد روح واحده. واخد جنب لوحدي. ما شاء الله عليك. واخد جنب لوحدي. انتوا كنتوا كلكم يعني تحس ان انتوا روح واحده في الجيش. طبعا كلكم بتخافوا على بعض. طبعا ده خاصة في الحرب. بص عم عربي بيمشينا في قلب باب الشعريه كده. ما شاء الله. ضرب ايه. وانا مبسوط مع بطل من ابطال حرب اكتوبر والله العظيم. وانا ماشي معاه كده بنتمشى في باب الشعريه وشايفين الجمال هنا كل حاجه تحتاجوها في الكوتشيات والجزم موجوده هنا في شارع ايه. ضرب ايه. يلا بينا. تحب باب الشعريه انت؟ ما شاء الله حمرتني. ما شاء الله. هو لو سمحت معاك كده هوريك البيت عندنا والاثارات عندنا. اثارات. طبعا. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ربنا يزيدك يا حبيبي. حياتي ليك يا حبيبي. دايما كده على خير. ربنا يكرمك حبيبي.